عايز انام. السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. طبعا يا جدعان فيديو النهارده عن محمود الجمل، تمام؟ فيديو جديد من سلسله محمود الجمل وعائلته الجميله الذي طرش، يعني حاجات طرش مطروشه، حاجات مية مية، حاجات كده كده كده. اسكت من غير ما اطول عليكم يلا خش على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي جه وقت التطعيم يا جدعان اجواء المدرسه دي انا وحشتني. اجواء اللي هو اول ما يخش كده الاستاذ او بتوع التطعيم وكده، يعني يقول السلام عليكم، لازم احنا بقى نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهم حاجه تكون بالتدريج ده، ها؟ تدريج كده. لو ما قلتش بالتدريج ده يبقى انت كده فاشل، انت كده قليل نكمل. يا ولاد انا عايزاكم تهدوا وما تخافوش خالص. الحنه دي يا ولاد حنه صغيره جدا جدا، وكمان عشان هتفيدكم وتزود لكم المناعه. كده الكلام ده كده صغيره، انا مش صغيره ولا حاجه، هي دي موت بتعمل بلاوي، بس مش هقول عليها. نكمل. لا انا مش عايزه اخد الحقنه، انا خايفه يا حبيبتي ما تخافيش، انا بسيطة جدا مش هتحسي بيها. بصوا بقى محمود قال الحقنه كبيره قوي. لا كمان قال لي بتكبر الواد. لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده. طب بص، يعني ايه يا امنيه بتكبر ود؟ يعني ايه؟ قوليلي تبع مين دي ولا في شارع مين اللي قال لك كده؟ هو فين؟ قوليلي عليه ده مين هو، يعني مين محمود ده؟ هو هيكون عمو محمود الجمل؟ ما ينفعش خالص. كم نشوف مين ده محمود. أمنية، نعم. ما فطرتيش ليه يا أمنية؟ هتتأخري على المدرسة كده. اكيد دي الممرضه اللي هتيجي تهديها، اكيد يعني. ماما نعم. انا مش عايزه اروح المدرسه النهارده يا ماما والنبي. ليه يا أمنية؟ أنتي تعبانة يا حبيبتي؟ ماما مين؟ يعني ايه مين ماما؟ مين؟ دماغي هي دلوقتي من شويه كانت في المدرسه، المفروض تكون هي في المدرسه. ازاي بقى رجعت البيت؟ وازاي امها مين مع مين رايح فين وكده؟ وبعدين امها لابسه لبس ممرضات ليه كده يعني؟ انا عارف، ايوه انا عارف الممرضات بيلبسوا ازرق، ايوه فعلا. انا لما شفتها قلت عليها ممرضه، هتلاقيها نكمل. احنا النهارده يا ماما كلنا هناخده تطعيم يا ماما، وبيقولوا كمان ان الحقنه قد كده يا ماما. صاحبتي قالت لي كده وانا خايفه قوي. قد كده؟ يخرب بيتك، قد كده ليه؟ ده لو هرقل قدامكم شيء قد كده. كمل. وانا بصراحه مش عايزه اروح المدرسه، انا بخاف من الحقن قوي وانت عارفه كده كويس. بس يا أمنية اهدي خالص يا أمنية. دي يا أمنية تطعيم المدرسة ده يا حبيبتي مهم جدا، لازم تاخديه. ده هيقوي مناعتك يا أمنية وهيمنعك من البرد. وعارفة يا أمنية كمان لما تنزلي في عز البرد تروحي المدرسة هيمنعك يا أمنية ان انت تتعبي تاخدي الدور برد الصبح. ده مفيدة جدا الإبرة دي، وعلى فكرة ما بتعملش حاجة يا أمنية. كده ده كمان كده، انا كنت باخدها عادي وبيجي لي برد عادي جدا، كنت باخدها وبيجي لي برد، وكمان كانت بتعمل لي حاجات تانية بس ما ينفعش اقولها. نكمل. ما تخافيش يا أمنية، فين أمنية القوة؟ انت قوية يا أمنية، انت مش ضعيفة، انت قوية. اسمعي كلامي يا أمنية يا حبيبتي، انت ما بتعملش حاجة وانت عارفة كمان. ايوه صح. فين امنيه القوه يا امنيه؟ عايزين احنا امنيه القوه بتاعت زمان، امنيه اللي بتعمل كده اهو وعندها قوه كبيره، قوه جدا جدا جدا. شايف بنش شايف الباي دي شايف الباي؟ يا نهار ابيض. بس فضحت لنا، الله يفضحك. انت عارفة كمان الإبرة دي بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتطول لك شعرك وهتخلي شعرك ده ناعم وهتبقي جميلة. ماما انت كده بتضحكي عليا صح يا ماما؟ كيف وفي شرع مين ده؟ كيف يعني بتطول الشعر وتتنعمه يعني؟ حد قال لك انها دبر امله بتاع الدبر امله بتاع الشعر ده، ولا مش عارف بتاع مين؟ مع انه كدب يعني، هو التاني ما بينعمش ولا حاجه، بالعكس بيخشب، لان جربته قبل كده وما ينفعش. ومحدش يقول لي بتاع بنات لان انا جربته. اللي انا بقوله ده. نكمل عشان ما اجيبش باله. نكمل. يا أمنية يا حبيبتي، ما أنا لازم برضو خليكي قوية يا أمنية، لازم أشجعك. انت قوية يا أمنية. ماشي يا ماما. أنا عايزة أمنية قوة. حاضر يا ماما. يلا قومي، يلا افطري بسرعة عشان تروحي المدرسة، يلا عشان تلحقي. ماشي. يلا يا حبيبتي شاطرة يا أمنية. يا جدعان انا افتكرت لما شفت انت امنيه القوه انت كده تقدري، افتكرت الفيديو بتاعت الاستاذه الكبيره بتاعت انت
أنا شجاع، أنا موهوب، أنا محبوب، أنا هساعد زمايلي في المدرسة، أنا شاطر في الألعاب الرياضية. انت قوي، انت عبيط. انا رايح فين؟ انا راجع تاني. انا رايح. ازيك يا عم محمود؟ ازيك يا امنية؟ يا اخي سبحان الله، طول ما انا شايفك في الفيديو بشمئز، مش عارف ليه، بس هو كده يعني، لان انت متنمر ودمك تقيل كده يعني، دمك كده. صاحب القناه ازاي انت؟ ازاي؟ والكاميرا بتربش ليه؟ تربشيش. ايوه كده، بص بتربش ده يا بنتي. نكمل. وانت داخل المدرسة كده ليه؟ في ايه يا عم محمود؟ ارفع ايدك، شمر ايدك. ليه يا عم محمود؟ عشان هتاخدوا الحقنة النهاردة التطعيم. ده انا شايفهم الصبح وبيدخلوا الحقن. عارفة الحقنة قد ايه؟ الحقنة قد من الارض لقد كده، الحقنة قدي. واو يا عم محمود، حبيتي اللي قدك الحقنه كده؟ يا نهار ابيض، ده التمثيل بقى في حته تانية يا جدعان. الحقنه قده ازاي يعني؟ ازاي قدك يعني؟ ده مين اللي هياخدها؟ ده هياخدها في ايه؟ طب السن بتاعها قد ايه؟ لما هي قدك السن بتاعها قد ايه؟ وانا بعمل كده ليه؟ ازاي يعني الطول بتاعها كده يا جدعان؟ يا جدعان ازاي ده لو الرجل الاخضر مش هياخدها. والله مش هياخدها. لا مش انا الرجل الاخضر يعني، مش انا اكيد، مش انا. ولد اسلك والسن بتاعها كبير قوي. عم محمود انا مش عايزه اخد الحقنه دي. مش عاوز، انت لازم تاخدي، انت اول واحده تاخدي الحقنه النهارده. طب اشمعنى؟ اسمك في اول الكشف امنيه القوه، عشان توريني بقى تبقي امنيه القوه ازاي. عم محمود طب ينفع اطلب منك طلب؟ عمو محمود بيفكرني بنفسي يعني انا اموت في حاجه اسمها بص اخوف العيال، مع ان انا بحبهم وكل حاجه، بس اهو كده انا لازم اغلس عليهم واخوفهم، اللي هم ما يبقاش في حاجه، بس اهو كيف انا كيف كده يا جدعان. يطلع واحد في الكومنتات بقى انت وحش، انت كده. تكلمش انا طيب وكده يعني، محدش يلومني يا جدعان يعني. بعد القبض اللي حصل على التيك توكر محدش يلومني. انا خلاص محتواي هيبقى بتاع محمود الجمل. خلاص انا كده استقريت يا جدعان، لقيت محتوى، لقيت حاجات حلوه طرش. فنكمل. عم محمود طب ينفع اطلب منك طلب؟ ايوه اطلبي. ينفع تاخد الحقنه دي مكاني واديك الفلوس اللي انت لا عايزها؟ ما ينفع. انا ممكن اتبرع على فكره، تمام يعني. انا مكان عم محمود عادي يعني. هتديني كام؟ يعني هتديني كام؟ انا هتبرع لك تمام، بس تديني كام يعني؟ بصي يعني انا في نظام اتفاقات يا امنيه، لازم الاتفاق يكون على ودان كبيره وكده يعني. كام؟ انت لما تاخدي الحقنه هتلاقي ودنك قد كده. يعني ايه؟ ودانك هتكبر، هتخلي حد يشيل ودانك معاكي ويسموكي امنيه ودنه. الفكره دمك سم. ودي مين اللي هتبقى كده ولا كده؟ استنوا كده. دي ايه ده؟ يعني تخيل يا جدعان كده اهو يا نهار ابيض. مين اللي كده كام؟ ودنك دي بقى مش هتعرفي تطلعي منها من الباب، ودنك هتبقى قد كده. طب انا خايفه قوي. يلا شمري ايدك وادخلي. بتضحك ليه كده يا عم محمود؟ يا عم محمود ما تضحكش كده يا عم محمود، انا بخاف يا عم محمود. ما تضحكش كده يا عم محمود عشان انا بخاف. في اطفال في الفيديو بتخاف يا عم محمود، ويا كاميرا خف ربش. الربش ده ممنوع. تقولوا حاجه يا جدعان للكاميرا عمال تربش، والاضاءه بتعمل كده اهو كده يعني. هنكمل. تعالوا ايه، مجهزين نفسكم النهارده ولا مش مجهزين؟ جاهزين بالسلاح جايين. اول ما سمعت كلمه جاهزين هو ده اللي في بالي يا جدعان، اعذروني تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي جه وقت التطعيم. لا انا خايفه من الحقنه دي. يا ولاد انا عايزاكم تهدوا وما تخافوش خالص. الحقنه دي يا ولاد حقنه صغيره جدا. المره التانيه بقول لك كده محدش صدق، ما بتزودش منها على حاجه، بتعمل كده يعني. كم بقى
اللي بتكبر الواد. لا مفيش حاجه اسمها الكلام طب ده. بصوا بقى، انتوا عارفين ايه المفاجأة؟ ايه؟ انتوا هتاخدوا الحقنة في الملعب وكأنكم بتلعبوا بالظبط وتتنططوا، وهتاخدوها وتطلعوا تلعبوا كأن مفيش أي حاجة خالص. يلا بينا خلاص. يلا لو اقف طابور. سمحتوا يلا كل اتفضلوا واحد طابور طابور يلا. قدامي. المشكلة يا جدعان ان انا فاكر يعني ان لما كان بيجي التطعيمات دول كانوا بيزنقونا، يعني يعشمونا ان احنا نازلين مثلا اوضه الكمبيوتر ان احنا نلعب وكده. كانوا بيعشمونا قوي، اللي هو يلا يا جدعان ده انتوا وراكوا يعني تنزلوا اوضه الكمبيوتر وتلعبوا وتتنعنشوا. ننزل تحت نلاقي دكتورين البهايم. اسكت اسكت. يعني انا كده بشتم نفسي. دكتورين يعني قاعدين ومعاهم بتاع كده بيتمسك بتاع الدكاتره ده اللي هو عامل زي بتاع التلاجة وكده يعني. بصوا بقى الملاهي اهي، اللي هياخد الابره بتاعته تمام هيجي يلعب في الملاهي على طول. وزي ما هو عايز حتى لاخر اليوم. تمام يا ولاد؟ انا خايفه يا مفيش. انا مش عايزه اخد الحقنه. انا مش عايزه اخد الحقنه. انت كنت فين بقى يا عوكل؟ انا كنت في الحمام. ولا هربان من الحقنه؟ ايوه صح، انت كنت فين يا عوكل؟ انت فين يا عوكل من بدري يا عوكل؟ هربان من الحصه انا ولا كنت هربان من الحصه؟ خصم نص يوم. انا رايي مجاول عبده خصم نص يوم على طول لان واحد اسمه السكلي، ما ينفعش نقول اسمه طبعا. تمام؟ تمام. يلا حبيبتي تعالي. اسمك ايه؟ فيروز. اطلعي على الميزان يا فيروز. 20. يلا يا فيروز في اللاين ورا على طول اللي بعديها. اسمي غزل. غزل. يلا يا غزل على الميزان. 30. ماشي يا حبيبتي يلا في اللاين ورا. يلا 30 كيف؟ صغننه دي 30 يا جدعان. ده انا 60 كيف؟ غزل دي كيف يعني 30 يعني كيف؟ في شرع مين ده يعني؟ او ممكن يعني مش عارف، بس انا 60 يعني ده انا ضعف 3 اضعاف ما يعني كده يعني. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي امنيه. مالك بس يا امنيه خايفه كده ليه؟ قلنا مفيش قلق. لا انا بصراحه بخاف من الحقن. وبعدين انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا عم حبيبتي. محمود قال لي ان الحقنه دي كبيره قوي، وكمان قال لي تخلي ودني كبيره. انا قلت لكم مش كبيره ولا حاجه، ان هي صغيره جدا وكمان عشان تفيدكم يا حبيبتي لمصلحتكم. طب ماشي. ماشي امنيه انت اسمك اول حد في الكشف. يلا اتفضلي. يعني ايه؟ يلا اتفضلي يا امنيه. انا؟ ولو سمحتي ارفعي دراعك كويس يلا عشان تبقي مستعديه على طول. انا طيب. يلا حبيبتي. يلا يا ماما. يلا امنيه 40. طب يلا يا امنيه. والله يا جدعان الأمنية دي بتصعب عليا يا جدعان، يعني هي الوحيدة اللي بتحط عليها في الفيديوهات، يعني سبحان الله عمري ما شفتها أمنية القوة. دايما بشوفها يعني بتصيح وبتعيط في الفيديوهات مش عارف ليه. ده انت لو عاملة مصايب في حياتي مش هتبقى كده يا أمنية. يعني نفسي اشوفك في فيديو طالعة انت القوية، دايما تطلعي انت اللي بتعيطي وبتصيحي. اسمك ايه؟ اسمي امنيه. امنيه. هاتي دراعك يا امنيه. انا عايزه اقول لك على حاجه بس. قول. انا خايفه من الحقنه قوي. خايفه من الحقنه؟ لا بسيطه. طب ايه فتوريها لي بس؟ حقن. مين اللي خوفك منها؟ عم محمود بصراحه. عم محمود. عم محمود ده اديله ابره قد كده. ماشي. كمان عم محمود هتديله؟ شنو اللي في ايدك هذا؟ لا تمزح معي ولا معها. شنو اللي في ايدك هذا؟ مين؟ وفين؟ دي ابره؟ ابره ايه دي؟ لا هي كانت ايوه هي كانت كبيره يعني شويه بس مش للدرجات يعني. البهايم مش بتاخدها دي بتاعت الديناصورات. مش يا راجل. مش بتاع بني ادمين خالص. دي بتاع الديناصورات. جبتها منين انت دي؟ وبعدين ايه البتاع الاحمر ده؟ انت تديها دم؟ ايه العته والعبثيات اللي في الفيديو دي؟ تعالي هنا خد هنا عشان تساعديني. خد يا دكتور ايه يا دكتور أيوة ايه. دكتور أحمد خير. امنيه جرت. امنيه جرت. ايوه. طب هات الحقنه وتعالى ورايا بسرعه. يلا بينا. كل دي حقنه. مش عايزه اخد الحقنه. هديك الحقنه. لازم تاخديها. استني. على بالي وانا انتدى. عم محمود ايه يا امنيه؟ الدكتور عايزه اتجوز. عاوزني اخدت الحقنه ولا لسه؟ حلوه قوي. حلوه ماشي. يا دكتور عاوزني فين؟ انا مش قلت لكم يعني بيعشموكوا؟ مش قلت لكم دي كده وكده؟ الحقن دي مضره. اديكم مثال، المكان اللي هتاخدوا فيها هيفضل وارم يومين مع انهم كانوا بيقولوا ساعه واحده، بس انا كان بيقعد معايا يومين. كدابين. واي حد يلمسني كانت لما تكون سكينه اتغرزت وما بتعملش حاجه للاسف يعني. مش عايزه اخد الحقنه. والله ما فاهم حاجه. ارجع المدرسه ولا اجي وراكم؟ لان المشهد ده بيفكرني تمام، بيفكرني وانا بجري في الحلم وفي واحد بيجري ورايا، اللي هو الواحد ده بيبقى راس فرخه ورجلي حصان ما تعرفش ازاي، وانا بص مشلول انا بمشي كده اهو يا جدعان.
يعني انا مش عارف الاحلام دي بتجيلي انا لوحدي ولا بتيجي للناس برضه. يلا يا امنيه عشان الحونه. لا عشان الحونه لازم تاخد الحونه. يا جدعان اقسم بالله نفس طريقه الحلم يا جدعان. لما بجري كده وواحد بيجري ورايا اللي هي راس فرخه ورجل حصان تمام، ولما يمسكني بقى بحس ان هو مبسوط كده ان هو مسكني، مبسوط جدا ان هو مسكني كده، بيقعد يضحك بطريقه غريبه. ايوه 5 دقايق بالظبط امنيه تكون عندك تحت. ماشي معلش يا عم محمد، مع السلامه. لا انا مش عايزه اخد حقنه. لا انا مش عايزه اخد حقنه. انا مش عايزه اخد حقنه. امنيه لا مش عايزه اخد حقنه. في ايه يا امنيه؟ في ايه يا امنيه؟ مالك يا امنيه؟ في ايه؟ انا كنت بحلم. لا ده كابوس يا ماما. كابوس ايه بس يا حبيبتي؟ ايه دي يا امنيه بالراحه يا حبيبتي، سمي الله بس. يعني ايه برضه حلم يعني؟ ده كل اللي حصل كنت بتحلمي؟ امال لما تروح هناك هتعمل ايه؟ بس يا جدعان يعني ادينا شفنا البنت اللي بتخاف من الحقن والتطعيمات واللي بيحصل وكده يعني. ولنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا صديقي. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا جدعان اعملوا لايك يا جدعان بالحب كده، اعملوا لايك يا جدعان. ده انتوا قلب يا جدعان، وطبعا بشكركم جدا على الدعم بتاع اليومين دول، ودي كل الكومنتات اللي جات لي في الفتره الاخيره، وبجد بشكركم جدا لان انتوا بجد مش بعتبركم مشتركين نهائيا، بعتبركم اخواتي. يعني انتوا اخواتي وانتوا يعني سبب في اللي انا فيه حاليا. كل مره هننجح فيها تبقى انتوا السبب بعد ربنا، تمام؟ فانتوا السبب بعد ربنا في كل حاجه وفي كل نجاح انا هنجحه. وبس كده يا جرجوكين، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.